السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا امبارح بنتكلم عن رحيل زيزو من نادي الزمالك، وان زيزو جاي له عرض كبير جدا وضخم ومغري لنادي الزمالك، ومجلس إدارة نادي الزمالك خلاص الموضوع بينتهي، وان زيزو مش هيكون موجود في نادي الزمالك في الموسم القادم. جينا الصبح صحينا من النوم عادي جدا، اتصدمنا بخبر حادثة احمد فتوح وهو محمد صبحي. فتوح كان سائق العربية فخبط امين شرطة ادى الى وفاة امين الشرطة رحمه الله وغفر له. محمد صبحي وفتوح اتعمل ليهم تحاليل، وبعد الكلام بيقولك ان التحاليل سلبية، والبعض الاخر طلع بورقة، والبوست ده منتشر في كل الدنيا وفي كل حتة، ان التحاليل ايجابية بتاعت فتوح. فدي لو العينات ايجابية دي تبقى كارثة، وبتأكد كلام المستشار قبل كده، طلع قالك ان فتوح بيتعاطى الحشيش، والتحاليل اللي طالعة على وسائل التواصل الاجتماعي بتقولك ان التحاليل ايجابية، وبعد التحاليل التانية بيقولك لا العينة المبدئية طلعت سلبية. فالموضوع يعني غريب جدا. الموضوع يعني طبعا كلنا معرضين للموضوع ده، واي حد بيسوق معرض انه يعمل حادثة لا قدر الله، وما بيبقاش قاصد الكلام ده، ولكن في بعض الناس او بعض الاشخاص شمتانة في اللي فتوح فيه. شمتان ليه؟ وارد جدا وانت بتسوق مثلا يحصل حاجة زي كده قدر الله، ولا هتعمل ايه؟ اسباب. طيب هنشوف اقوال فتوح في النيابة. طلع فتوح قال لك ايه؟ تعال اقول لك فتوح قال لك ايه. فتوح قال لك انا فوجئت بعبور المجني عليها الطريق دون سابق انذار، وفور اصطدام المجني عليه نزلت من السيارة لإنقاذه، وأجريت اتصالا هاتفيا للإسعاف للإغاثة، وأن الطريق كان خاليا من المارة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وظهر أمامه بشكل مفاجئ، وأن الوقت كان متأخرا، وأنه كان يقود السيارة بالسرعة الطبيعية، وأنه جاهز لتعويض أسرة الفقيد بأي شيء. التحاليل اللي اتعملت لفتوح زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شفنا البوستات، بص منتشرة، في بوست كده منتشر كل وسائل اي حد ممكن تلاقيه منزله ان العينة بتاعت فتوح ايجابية. لو اثبت ان العينة ايجابية فتوح يعني بص مش عايز اقولك ان هو ممكن يتحبس 3 سنين، مش اقل من 3 سنين لو هو كان متعاطي حاجة. لو هو كان متعاطي فعلا حشيش فممكن يقعد 3 سنين، يعني كده مسيرة فتوح انتهت. طيب لو العينة اصبحت سلبية القضية هتتعمل قتل خطأ، والموضوع هيكون ايه؟ بتعويض مادي. ده طبعا بسبب قانون المرور. قانون المرور بيقول لك ده ممكن يبقى قتل خطأ. مجلس إدارة نادي الزمالك تحرك بشكل كبير جدا. بيقول لك ايه؟ تحركت الإدارة القانونية لنادي الزمالك صباح اليوم بقيادة كابتن عبد الواحد السيد. يعني كابتن عبد الواحد السيد دلوقتي مع فتوح وصبحي. خلاص صبحي كده كده يعني ولا هو صاحب العربية ولا هو اللي خبط امين الشرطة. يعني الموضوع بصراحة ما يدعيش مثلا ان انت تشمت في اللاعب، بعيدا عن اي حاجة، ده لاعب منتخب مصر. اي نعم حتى لو اخطأ ياخد عقاب، انا مش ضد ان فتوح لو اخطأ او كان مثلا واخد حاجة يعاقب، دي انا معاك فيها مليون في المية، لاني اولا واخرا في روح خلاص راحت للي خلقها، في شخص توفاه الله. فلو فتوح مخطئ ياخد عقابه عادي جدا، ومفيش حد فوق القانون. لو فتوح متعاطي اي شيء فخلاص القانون يتطبق عليه زيه زي غيره. لو فتوح ما تعطاش حاجة مثلا والعينات طلعت سلبية زي ما بعض المواقع بتقول، فخلاص الموضوع هيتقفل على انه قتل خطأ، والموضوع ممكن يخلص بتعويض
مادي، وفتوح بيقول لك جاهز انه يدفع اي شيء مقابل. هو طبعا ما فيش اي حاجه تعوض، يعني ما فيش اي حاجه تعوض روح او تعوض شخص مات، لان الموضوع ده يعني الموضوع صعب جدا بصراحه. الموضوع صعب جدا، مال الدنيا كله ما يعوضش، يعني مال الدنيا كله ما يعوضش. ولكن لو فتوح اخطأ ياخد عقابه. ودي برضو انا مش عارف اجازات ايه اللي دلوقتي. يعني انا عندي مباراة مع طلائع الجيش، محمد صبحي وفتوح بياخدوا اجازة، ده بناء على تعليمات مين؟ يعني مين اللي مدي التعليمات دي؟ حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. وانا في المركز السابع وعمال بحزق ان انا اطلع مركز رابع ولا ثالث، وبدل اهم لعيبة عندي اجازات. مش عارفين والله. لا حول ولا قوة الا بالله. الموضوع يا جماعة الموضوع بصراحة صعب جدا. واقوال فتوح يعني بيقول لك الراجل اللي لقيته قدامي تفاجأت انه قدامي، هيعمل ايه بس؟ ايوه انا بقول لك يا عم علي، لو فتوح اخطأ يتحاسب يا باشا، ما حدش فوق القانون. لو فتوح متعاطي حاجة واخطأ، لا يا باشا هيتعاقب، ما عنديش مشكلة في دي، ما عنديش مشكلة. لكن انا عندي مشكلة مع اللي بيطلع يشمت. انت بتشمت ليه؟ يعني انت بتشمت في لاعب مستقبله ضاع؟ ما فيهاش شمات، حتى لو العينة طلعت ايجابية. فانت هتشمت بناء على ايه؟ فتوح من اهم اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، ده انا معاك فيها ومتفق معاك ومعاك قلبا وقالبا. فتوح لاعب مهم في منتخب مصر، معاك قلبا وقالبا. ولكن ان انا اشمت في لاعب حصلت له ازمه غصب عنه، دي حاجات غصب. يعني انت سايق العربيه بيقول لك فتوح ان هو لقاه في وشه، ما لحقش بقى. يعني انت متخيل الموضوع صعب؟ يعني الموضوع سهل على اللاعب؟ يعني انت متخيل ان انت قتلت شخص الموضوع ده هيكون سهل عليك؟ الموضوع صعب جدا، يعني صعب جدا ان انت تخبط شخص هتفضل طول الوقت تأنب نفسك. يعني هو اصلا هيعاقب نفسه بنفس ذات نفسه. ولو اخطأ زي ما انا بقول لك، لو فتوح اخطأ ياخد عقابه. لو فتوح متعاطي حاجة ياخد عقابه، محدش فوق القانون. لكن لو اللاعب العينة بتاعته طلعت سلبية وان ده يعتبر قتل خطأ، فالقانون هياخد مجراه والموضوع هيتعمل على انه قتل خطأ. ولكن لو فتوح اخطأ ياخد عقاب، ما عنديش مشكلة في دي. ليه يا عم؟ وانا بقول لك حاجة غلط؟ انا بقول لك لو اللاعب اخطأ ياخد عقابه، فين ده؟ طيب انا قلت لك ايه غلط؟ يعني الموضوع مش اللي هو مثلا رايح وكيفه يقتل الناس او كيفه يمشي يخبط في الناس. ما مش كده انا ما بقولكش كده. انا بقول لك ان اللاعب يعني المواقف دي بتبقى غصب. اي حادثه على الطريق فوارد وانت ماشي سايق العربيه تلاقي حد جه قدامك انت ما تعرفه، يقول لك يعني نبقى ماشيين نلاقي حد جه من قدامنا، حد جه من ورانا، ما ده قضاء وقدر ده. يا عم هو مين اللي بيضحك على الناس؟ انا مش عارف انت ليه واخد الموضوع مشخصن. انا بقولها بعيدا عن اهلي وزمالك، دي حادثه قضاء وقدر. يعني لو اللاعب اخطا ياخد عقابه يا سيدي، مفيش مشكله في دي. وانت ليه محسسني ان انا بدافع عن اللاعب؟ انا بقول لك ان في ناس شمتانه. في ناس شمتانه في ايه؟ يعني في ناس شمتانه. ايوه، ما لازم الاداره تحقق معاه، يعني لازم الاداره تاخد ضد فتوح موقف. دي انا متفق معاك فيها. يعني اي مخطئ ياخد عقابه يا سيدي، مش قصه يعني. محمد ناصر بيقول لي طب لو امين الشرطه اللي خبط فتوح كان هيبقى ده ردكم؟ وانا بقول لك حاجه غلط؟ انا بقول لك اي مخطئ ياخد عقابه، وربنا يستر على الكل. يعني ربنا يستر على الكل.
هي التحاليل بتاعت فتوح يعني بعض الناس تطلع تقول لك ايه ان العينه طلعت ايجابيه، وبعض الناس تطلع تقول لك العينه سلبيه. لما الكلام يتاكد ان العينه ايجابيه يا باشا، المخطئ ياخد عقابه. ايوه اللي يغلط يتحاسب يا عم صبري، اللي يغلط يتحاسب. ربنا يرحم المتوفي والله ويصبر اهله ويلهم اهله الصبر والسلوان، يستر عليه ويرحم المتوفى، اللهم امين. ربنا يستر عليه، اللهم امين. حبيبي ابو فهد تسلم. السلام عليكم، ان شاء الله خير. اللي احمد باذن الله خير، ما ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. لا حول ولا قوه الا بالله، انت محترم حبيبي تسلم. هي العينة هتتأكد خلال الفترة اللي جاية، يعني العينة خلال الساعات هيسحبوا عينة تانية ويشوفوا بقى إذا كانت العينة إيجابية ولا سلبية. لما الكلام يتأكد هنطلع نقول لك مثلا لفتوح مخطئ ياخد عقابه، إن العينة طلعت سلبية خلاص. أيوه ما بص، محمد عرابي بيقول لي رغم إنه أخطأ ويجب محاسبته لتعاطي المخدرات وندعو الله. ماشي انا معاك انه لو اخطأ او هو واخد حاجة يتعاقب، انا ما عنديش مشكلة في دي خالص خالص خالص، لان في روح، لان في شخص مات وفي روح ازهقت، فالموضوع يعني زيزو خلاص ماشي. مجلس ادارة نادي الزمالك ما قداموش حل لانه خلاص الموضوع بتاع زيزو يمشي، هو ما عندوش اي حلول تانية. وفتوح اللي احنا كنا بنبني على زيزو فتوح خلاص في الازمه اهو، ويا عالم هيرجع بقى ولا مش هيرجع، دي برضو العلم عند الله. حبيبي يا عم محمد تسلم، ابن الاصول المحايد حبيبي تسلم والله. اشرف محمد ان شاء الله الموضوع هيعدي على خير، محدش يقصد القتل، ما محدش. يعني الفكره ان انت لما بتبقى سائق العربيه انت ما بتبقاش قاصد تمشي تدوس في خلق الله يعني، فاهمني؟ لو اخطأ يتعاقب، والقانون يا باشا القانون ياخد مجراه، المخطئ يتعاقب، دي ما عنديش مشكله في دي. عم حلمي لو اخطأ يعاقب بالقانون عادي. حبيبي يا عم اشرف تسلم. يعني زيزو اتقال لك ايه؟ قال لك انا فوجئت بعبور المجني عليه الطريق دون سابق انذار، وفور اصطدام المجني عليه نزلت من العربية، اتصلت بالإسعافة جت خدته، ولكن خلاص هو توفى. قدر الله وما شاء فعل، وربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله، لأن الموضوع برضه صعب جدا. حبيبي يا عم فتحي والله أنت محترم ومحايد، حبيبي تسلم يا عم يوسف تسلم حبيبي. اصل ما فيش حد بيبقى مثلا يعني متعمد ان هو يشوط خلق الله يعني بالعربيه، فاهمني؟ الا لو اذا بقى مثلا فتوح مثلا التحليلات اثبتت انه متعاطي شيء حشيش بقى اي حاجه من الحاجات دي، فخلاص يتعاقب يا باشا، يتعاقب، وكل مخطئ ياخد عقابه عادي. لا والله يا عم اشرف في ناس شمتانه في الموضوع ده والله، يعني في ناس شمتانه بفتوح وفي ازمه فتوح، وكله ماسك لك لفتوح بقى ايه، ماسكه يعني مقطع في فروته. لو مخطئ يتعاقب، دي انا ما عنديش خلاف، بص انا ما عنديش اي خلاف فيها، لو فتوح مخطئ يتعاقب، دي ما عنديش اي حاجه مثلا تقول لك لا مش هطلع ادافع لك عن فتوح لو مخطئ. ده اللي هيبقى غلط بقى، ان انا ابقى عارف ان اللاعب مخطئ وعينته مثلا ايجابيه واطلع ادافع لك عنه، لا يبقى انا كده معلش، يبقى انا لا، في شخص مات، في شخص توفى، يعني الارواح برضو مش لعبه ان انا اروح اشد لي حجرين ولا اشد لي مثلا سجارتين وامشي اطوح في خلق الله، لا، المخطئ يتعاقب. فربنا يعدي هذه الازمه على خير، وربنا يسترها علينا وعليكم. سلام عليكم.